السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلصنا احنا ام علي ودلوقتي معانا الحمص الشامي اللي هو اللي كل المصريين بيشربوه في الشتاء. تمام. اهو الاول الحمص ده احنا جهزناه ونقعناه. لازم يتنقع فترة اكتر من 4-5 ساعات عشان لما يجي يستوي يبقى حاجة كويسة زي ما انتم شايفين كده. ده الحمص قبل ما يستوي. هنقوم بعملية السلق بتاعته بس ثواني وراجع لكم. رجعنا لكم تاني. دلوقتي الحمص بعد ما استوى هنضيف عليه الليمون. ليه بقى الليمون؟ عشان الليمون بيحفظه من الفسد، ان هو يبوظ، ان هو مثلا يطلع ريم او اي حاجه زي كده. كده بعد ما بنضيف عليه الليمون ونضيف عليه ميه سخنه بتسيبه لما يبرد خالص. بعد كده بقى نركنه في التلاجة يقعد معانا الفتره اللي احنا عايزينها. تمام. في مراحل تصنيع الواحد حمص مثلا وبنطلع لكم فيديو تاني. السلام عليكم. مساء الخير، رجعت لكم تاني ومعانا بقى الحمص الشامي. معايا كده بقى نحط له ايه التوابل بتاعته. على واحده من التوابل اللي هي توم باودر، بصل باودر، كمون وبابريكا. معايا حط له الصلصه بتاعته، معلقتين صلصه يبقى بالمنظر ده. اديله ميه سخنه، ادينا له ميه سخنه وينزل النار. رجع لكم تاني. ينزل معانا الحمص بتاعنا. تمام. اشوفكم بقى في منتج تاني. نورونا في حكايه كافيه. سلام. احمد اخويا الصغير وحبيبي. اه والله. اهو صياد نفسينا يعني حكايه كافيه. يلا يا عم.